الحواوشي ده اسم شخص اللي هو الحاج انور الحواوشي، لان على مستوى مصر الناس عارفه ان الحواوشي ده اسم الاكله، فالاكله ملهاش علاقه بالاسم، كاسم عيله الحواوشيه، فسمى اللقمه دي او الرغيف ده سماها رغيف الحواوشي. انا باكل يا جماعه حواوشي متبل بالتتبيله الاصليه، صاحب اللي اخترع الاكله بجد يا جماعه. اللي ما كلش رغيف الحواوشي هنا عند الحواوشي الاصلي بجد ما دقش حواوشي قبل كده. يا مساء الفل عليكم وحلقه جديده من ترند الترندات. احمد معاكم النهارده في شارع الحجاز. عند مين؟ عند اصل الحواوشي في مصر. يلا بينا. ترند الترندات بنعيش احلى اللحظات. ورجعت لكم تاني احمد ترند الترندات. وانا موجود فين النهارده؟ انا موجود في شارع الحجاز في مصر الجديده جنب ميدان المحكمه عند الحواوشي الاصلي. 100 سنه حواوشي، والنهارده جايب لكم اصل الحكايه مع مستر حازم صاحب المحل وفرع الوحيد لاصل الحواوشي في مصر الجديده. اهلا بيك يا مستر حازم. اهلا بيك. اهلا بيك. شرفت بحضرتك النهارده. منورين. اهلا بيك. طبعا حضرتك يعني الحواوشي الاصلي براند، يعني هو فعلا اصل الحواوشي، ولكن ناس كتير ما تعرفش الحكايه جت منين. فتحب نعرف من حضرتك الحواوشي، رغيف الحواوشي جه منين؟ هو الحواوشي طبعا الاصلي، كلمه الحواوشي الاصلي، كلمه الاصلي جت لان هو ده اصل العيله اللي اخترعت الحواوشي في مصر. الاسم جه منين؟ الاسم الحواوشي ده اسم شخص وليس اسم عيله، لان على مستوى مصر الناس عارفه ان الحواوشي ده اسم الاكله، فالاكله ملهاش علاقه بالاسم. دي الحواوشي ده يعني يعد الاكله رقم واحد بالظبط في جمهوريه مصر العربيه، كمان انتقل لدول عربيه وراح في حتت كتير ودول اوروبيه. محدش عارف كل الناس بالزبط. عارفه ان هو اسمه، احنا يعني المصريين مسمينه كده بالظبط. لكن هو اصلا الحواوشي دوت الناس اللي هي عارفه العيله او قريبه من افراد العيله عارفين ان الحواوشي ده اسم شخص اللي هو الحاج انور الحواوشي. ده اللي هو اخترع الحواوشي سنه 1930 ايام ما كان فاتح محلات الجزاره بتاعته في سوق العتبه. ما شاء الله. وطبعا ده معروف داخل سوق العتبه حاليا دلوقتي. ثم بعد كده لما ابتدى يعمل التوليفه ويعمل الاكله ويبتدي يخترعها ويعمل لها سر خلطتها، العطاره بتاعتها، يبتدي عمل زي فرن او عمل زي مكان ليه جوه المحلات على اساس يبدا يبيع الرغيف ده. وهو حضرتك يعني هو الاكله دي لما ظهرت و1956 اطلق عليها اسم العيله على طول حواوشي، ما هو بعد ولا كان ليها اسم تاني مثلا؟ لا ملهاش. لا ما فيش، لا ما كانش ليها اسم خالص. ما كانش ليها اسم، هو اخترع الاكله والاسم المحل ابتدى يبيعها في التوفيقيه، ابتدى يبيعها في العتبه الاول، ابتدت تعمل صدى جامد جدا كسندوتشات. سندوتش عيش في لحمه، خلطه عيش فيه لحمه. فابتدت تمشي معاه، ابتدى سوق العتبه يتحرك لانه بقى في حواوشي جوه في فرن وفي اكله جزاره الحواوشي، فابتدت تتحرك مع جدي الحاج انور ان هو لازم يتحرك ويخرج بره السوق. مظبوط. فابتدى بقى خد اول مطاعم ليه بقى سنه 56 وافتتحها في سوق التوفيقيه في رمسيس، ودي كانت اول مطاعم. ولما حب بقى يسمي المحلات او يسمي الاكله فسماها على لقب العيله كاسم عيله الحواوشيه، فسمى اللقمه دي او الرغيف ده سماها رغيف الحواوشي، وحط على محلاته رغيف الحواوشي. رغيف الحواوشي. وبدا الرغيف من سنه 56 داخل التوفيقيه، ودي كانت المرحله الثانيه للحواوشي في العيله. ثم بعد كده والدي وعمامي ابتدوا يقفوا مع جدي ومع والدهم، وابتدوا يحركوا الاسم الحواوشي معاه، وابتدى ينتشر في مصر وابتدى يكبر اكتر واكتر. وبدا بقى حضرتك الجد توفى، ثم بعد كده عمامي كملوا مشوار مع والدي، وبعد كده والدي ابتدى ينفرد بالمهنه لوحده بعد جدي وبعد عمامي. وخدنا المطعم في مصر الجديده سنه 91 افتتحناه، والحمد لله الناس عارفه ان ده مطعم خاص بعيله الحواوشيه ما شاء الله، اللي بيقدموا الحواوشي باللحمه البلدي. بس نقدر نقول من كان خلال كلام حضرتك ان كلمه حواوشي او اسم اكله الحواوشي اسم عيله 1956 1930 بدايه 1930 دي الجزاره، وكان بدايه الحواوشي برضه. وبدايه الحواوشي برضه يعني نقدر نقول 1930 ظهرت اكله الحواوشي في مصر. بالظبط. يعني اللي عايز يعرف الاكله بدات امتى او الحواوشي ظهر في مصر امتى، سنه 1930 من خلال عيله الحواوشي اللي اسمها ارتبط بالاكله اللي احنا بناكلها وكلنا بنحبها. وما زال يا جماعه الرغيف الحواوشي الاصلي موجود
في شارع الحجاز في مصر الجديده. للي لسه ما اكلش استناني، ما تروحش في اي حته، لسه اللقاء مع مستر حازم ما خلصش. ولو عجبك الحلقه لايك وشير وسبسكرايب، وقول لنا رايك في الكومنتات، هنرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني احمد ترند الترندات، وفي الحلقه السبيشال جدا النهارده زي ما قلت لكم انا موجود في اصل الحواوشي في مصر الجديده في شارع الحجاز جنب ميدان المحكمه، ومعانا مستر حازم. وزي ما مستر حازم قال لكم ان رغيف الحواوشي ده موجود من سنه 1930 ومربوط باسم عيله الحواوشيه اللي اطلقوا على اللقمه دي اسم حواوشي. عايزين نسالك يا مستر حازم، التطور الكبير اللي حصل في رغيف الحواوشي حصل من خلال مين وتم ازاي؟ هو الحواوشي طبعا لما بدأ من ايام جدي في التوفيقية كان السادة، اللي احنا كنا بس عارفين. كان عندنا نوعين، كان في مطعم بيعمل سادة مخصوص ومطعم بيعمل سادة عادي. ده كان المطعمين اللي في التوفيقية يعني. بدأ الإضافات ديت سنة حاجة و70. والدي الحاج مصطفى الحواوشي يعتبر هو من بدأ الإضافات على الحواوشي في مصر بعد جدي ما اخترع الحواوشي. يعني جدي عمل الحواوشي وأول واحد اخترعه، طبعا هو الوحيد اللي اخترعه. ثم بعد كده والدي سنة حاجة 1972 أول من أضاف على الحواوشي بفتيك وكبدة، طبعا بلدي، كل شغلنا بلدي طبعا. فالإضافات بدأت من هنا والتطورات بدأت من والدي. وبعد كده بقى والدي قال لك طب البوفتيك جاب نتيجه جميله والكبده، قال لك طب ابتدي احط بقى الكلاوي، ابتدي احط القلب، ابتدي احط المخاصي، دلع الموضوع خالص. بدا بقى يحط بقى يستخدم كل اللحوم البتلو والكندوز بتاعته اللي هو بيشتغل بيها، بدا يحطها على الحواوشي. ثم بعد كده بدانا ناخد في مطعم مصر الجديده، بدانا نطور وابتدانا اول ما عملنا حواوشي بالجمبري وحواوشي سي فود. انت قلت لي ان مصر الجديده فتح سنه 1991 91 وعملنا الجمبري حواوشي بالجمبري وعملنا حواوشي السي فود. بس ما كانش عليه اقبال قوي، مش مطلوب قوي كحواوشي. الناس اتعودت على اللقمه الاصليه، اتعودت على اللحمه، اللقمه الاصليه. فطبعا احنا بنشوف الزبون بيحب ايه وبنعمله له، لان هو جاي ياكل من عند اصل اللي اخترع الاكله، فلازم نعمل له اللي هو عاوزه. فبعد كده لما لقيت كل لحوم في لحوم في لحوم، انا كالحفيد حبيت ان انا اطور زي ما جدي اخترع الاكله، ثم والدي طور، ثم انا حبيت اطور. قلت طب ما احنا لما بنيجي نعمل البيتزا، في بيتزا بتبقى بالجبن وفي بيتزا باللحوم. مظبوط. فجات لي الفكره، قلت طب ما هو اللحمه المفرومه يعني شبيهه للبيتزا، قلت طب ما انا اعمل اضافات جبن. تمام. فبدات فعلا سنه يعني 2013 او 2012 بدات احط الجبن على الحواوشي. هو فعلا حضرتك التاريخ ده كان فعلا بدات تظهر الجبنه الموتزاريلا بالظبط، بدا الاكلات اللي عليها جبنه تتعود عليها. بدا بعض المطاعم والناس تجتهد انها تعمل نفس الافكار، بس اول من اضاف الجبن على الحواوشي هو كان انا، لان دوت كان فكرتي انا الوحيده، وما كانش في حد في مصر عنده الفكره دي، ولا كان في حد بيعمل الاضافات دي غير عيله الحواوشيه. فنقدر نقول الحواوشيه هم اللي اخترعوا اللقمه وهم اللي اخترعوا الاضافات اللي بتتحط على لقمه الحواوشي. بدات احط بقى انا كيري، الباسترما، الرومي، الموتزاريلا، الميكس. بدات اعمل ميكس جبن مع ميكس لحوم. بدات اعمل الميكسات من غير لحمه، يعني بدات ان انا اعمل فكره ان بيجي لي اطفال، بيجي لي ناس ما بيحبوش ياكلوا لحوم. مظبوط. فبدات اعمل فكره ان انا انزل له الميكسات من غير لحمه مفرومه. فبدات انزل الفكره دي، فكره جديده جدا، اللي هو ينزل له سندوتش جبنه رومي على بسطرمه على كيري على رومي على شيدر من غير لحمه مفرومه. طالع من الفرن ياكله طبعا. والجبنه طبعا زي ما الناس كلها عارفه تبقى جبنه سايحه في العيش، والعيش محمص وياكله ويبقى مبسوط منه. اللي هو بيخاف من اللحوم، في ناس بتخاف، في ناس يعني في ناس مالهاش في ناس بتخاف او مالهاش تقول او بتبقى قلقانه. فاحنا برضو بنراضي كل زبوننا اللي بيخش. تمام. نفس الحكايه الافكار في الطواجن. انا شايف حضرتك بقى قول لنا، انا شايف حضرتك ما شاء الله يعني الناس كلها بتتكلم طبعا عن طاجن المكرونه بالكلاوي بتاعك. بالظبط، انا عندي الطواجن دي من ايام جدي، من ايام والدي. جدي ما كانش بيعمل طواجن، اللي بدا يعمل الطواجن في الحواوشي كان والدي انا الحاج مصطفى الحواوشي. كان الطاجن بتاعه مسمينه النبلم من قوته. كان الطاجن ده عباره عن لسان عصفور وخضار وتورلي وموزه ولحمه كباب حله، يعني كان بيعمل طاجن ياكد فردين او 3 أو 4. من كتر حلاوته انت ما كنتش بتعرف تمسك العيش تاكل بالعيش، بتاكل بالمعلقه. الله، من حلاوته.
فهو اول من عمل برضو طواجن اللحمه بالتورلي واللسان عصفور والموزه والسجق والحاجات دي كلها بالتحبيشه بتاعته او الله. بالتوليفه او بالخلطه بتاعتها. انا بدات اطور ادخل الطواجن دي بدل ما هي تبقى لحمه بس، بدات اعملها مكرونه باللحمه. طواجن مكرونه باللحمه وبالسجق وبالكبده سجق وبالكلاوي. وكبده وكلاوي ومخاصي ومشكل لحوم ولحمه مفرومه وساده. يعني برضو الاطفال بتبقى ملهاش في اللحمه قوي، فبيقول لك بيبقى ساده، مكرونه ساده. وبعمل بالريد صوص وبالوايت صوص. الله، انا شايف حضرتك اصلا يعني المنيو بتاع حضرتك ما شاء الله كبير جدا. طبعا. وحضرتك مراعي فيه يعني تقريبا كل الاذواق او كل الميول في الاكل. الاكل الشرقي اللي الناس بتحبه يعني. وشايف حضرتك عامل اضافه قويه بقى قوي اللي هي السندوتشات الاسكندراني. طبعا ده شق ثالث بقى. ده شق ثالث حضرتك اضافته. يعني سندوتشات الكبده والسجق في مصر كتير قوي. يعني كل متر بتلاقي عربيه كبده وسجق لازم. هو حضرتك اشهر اكلتين في مصر الكبده والسجق والحواوشي والكشري برضه. لا بس الكشري يعني بتاع الغلابه بس يعني دي من الاكلات المصريه الشعبيه، الحواوشي والكشري، ثم ثالثهم فعلا الكبده والسجق. فانت كل ما بتمشي في كل دقيقه بتلاقي عربيه كبده وسجق. بس انا حبيت لما انا كمطعم الحواوشي الاصلي وكعيله الحواوشيه لما يجي يعملوا كبده وسجق، مش اي كبده وسجق تتعمل. يعني هناكل كبده وسجق وبروح 1930. انت بتاكل سندوتش كبده وسجق بلدي. الله. وبيتعملوا فريش في وقتها، مش جاهزين، ومحطوطين في عيش بلدي بطريقه معينه، والعيش ده معمول بطريقه معينه برضو، مش اي عيش بيجي لنا. طبعا حضرتك اكدت عليا حاجه، طبعا يا جماعه مطعم الحواوشي الاصلي في شارع الحجاز في مصر الجديده اكتر حاجه بتميزه ان هو بيستخدم لحوم بلدي فريش بتيجي كل يوم. مظبوط حضرتك؟ بالظبط. انا بتعامل مع 4 جزارين من ايام والدي. الجزارين دولت بيجيبوا لي، كل جزار بيجيب لي حاجه معينه في اللحم انا بحتاجها في شغلي كسندوتشات او كطواجن او كحواوشي. فانا بجهز الحاجه بتاعتي كل يوم مع الشيف بتاعي، وبتبقى الحاجه فريش. اول ما بيطلب الزبون بتاعي بينتظر تلت ساعه بتاعته او نص ساعه، بياخد حاجه طالعه من الفرن على بقه، ما عنديش حاجه جاهزه. تمام. يعني مش بجهز الحاجه وتبقى قاعده محطوطه في مكان وبعد كده تبرد وبعد كده ادخلها تسخن تاني وبعد كده، لا ما عنديش الكلام ده. يعني الحواوشي الاصلي اللي بالزبط. معمول على اصوله. بالظبط. فانا طبعا سندوتشات الكبده والسجق دي حبيت ان انا ابقى مميز منها، وحبيت ان انا اعملها صح، وابتديت ان انا احط التوليفه بتاعتي برضو التوابل، واجيب السجق البلدي بتاعتي والكبده البلدي بتاعتي واحطها في العيش البلدي بتاعي، واعملها في الطاسه يا اما اسكندراني يا اما مشوي جريل جوه العيش. الله. انا شايف حضرتك طبعا ان في اصدارات جديده طالعه والمسميات اتغيرت. ميكسات. الميكسات يعني حضرتك ايه بقى اختراع 2025 اللي حضرتك اصدرته السنه دي؟ الاختراعات بقى اللي انا اخترتها اللي هو الحواوشي قنبله. الله. ده قنبله، ده عباره عن ميكس لحوم مع ميكس جبن. الله. ده اللي هو السندوتش المميز عندي جدا، او الناس اللي هي بتيجي تطلبه وبتستطعم الجبن مع اللحوم. ده اللي انا اخترعته برضو عن قريب، يعني اللي هو الحواوشي القنبله. وعملت الحواوشي الميكسات. يعني حضرتك نقدر نقول اصدار 2025 هو الحواوشي القنبله، وده ميكس لحوم وميكس جبن. ده اللي حضرتك بترشحه لكيفه الحواوشي بالظبط ان هم يجربوه. هو الزباين اللي رشحوه لنفسهم، يعني هو عجبهم، فبقى السندوتش المفضل عند بعض الزباين كتير يعني. مع الباقي طبعا كله حاجه كويسه، كله حلو طبعا، بس الناس حبت ده اكتر يعني. انا متاكد من ده. طيب حضرتك يعني احنا طبعا هنسيب لكم يا جماعه المنيو في اخر الحلقه تشوفوه، وهنسيب لكم اللوكيشن لو حد حابب يعرف المكان فين بالظبط جنب ميدان المحكمه. بس حضرتك يعني برضو الناس دايما بتسال اوصل ازاي للمكان، يعني في دليفري حد شغال مظبوط؟ طبعا في عندي دليفري موجود، لان انا المطعم الوحيد اللي موجود في القاهره خاص بالعيله، فطبعا زبايني موجودين في كل المناطق. مظبوط. فبودي مدينتي والرحاب والعبور والشروق مهندسين والزمالك والدقي مصر الجديده مدينه نصر. كل طبعا منطقه بيبقى ليها توقيتها، تمام، وليها الدليفري بتاعها. بس انا بودي عموما دليفري في كل مكان. الزبون بيكلمني في التليفون على ارقام التليفونات، بيحدد الاوردر اللي هو عاوزه، بحدد له المده وبقول له الخدمه قد ايه ويوصل في خلال قد ايه. تمام. يعني يا جماعه برضو هنسيب لكم ارقام الدليفري في اخر الحلقه. اللي حابب يطلب من اصل الحواوشي في شارع الحجاز مصر الجديده بمنتهى السهوله من خلال التليفون تقدر تجرب اصل الحواوشي الحقيقي من عيله الحواوشيه وتاكل الحواوشي الاصلي. احنا بنشكرك جدا يا مستر حازم، نورت وشرفت. تشرفنا بحضرتك، انا سعيد بمعرفتك والف شكر ليك. اشكرك جدا. اشكرك، نورت.
ورجعت لكم تاني احمد ترند الترندات، والحلقه البوم النهارده والحلو وصل. انا النهارده يا جماعه هاكل اقدم رغيف حواوشي في مصر، عند الحواوشي الاصلي في مصر الجديده. وقبل ما ابدا في التجربه بتاعتي عايز اقول لكم ريحه الاكل والنظافه اهم شيء باينين من قبل. تعالى يا مايكل، تعالى تعالى، احنا هنتكلم كتير ليه؟ خش معايا. اصل الحواوشي يا جماعه عامل تحفه. بص كده، ده يا جماعه حواوشي ميكس جبنه، اختراع اصل الحواوشي. الله الله، تعالى تعالى يا مايكل، ده واضح ان في كلام كبير. بصوا يا جماعه من جوه عامل ازاي، والعيش حاجه محترمه جدا وكريسبي. ومعايا برضو تاني، انا قلت اجيب لكم يعني اصناف على قد ما اقدر. معايا الساندوتش البوم ده حواوشي من الميكسات بتاعتهم، فيه لحمه وكبده وسجق، حاجه بوم. ومن الحاجات اللي انا عرفتها ان الجماعه هنا بيعملوا بطاطس، مش اي بطاطس، بطاطس غير عاديه، احلى بطاطس في مصر. هندوق ونقول راينا. يلا بينا، هبدا بالبطاطس. اكسلنت. تعالى بقى يا مايكل، قرب معايا. بصوا الاختراعات. اصل الحواوشي اللي بدأ من 1930 عامل سلطه طماطم سبيشال ما بتتعملش في اي حته، مع الزيتون الكلاماتا الجميل ده. وودي يا مايكل. طب بس كده؟ لا، بيعملوا المخلل بتاعهم لنفسهم في حته تانيه، وسلطه الطحينه سبيشال برضه في حته تانيه. ويلا بينا نبدا تجربه احلى واجمل حواوشي في مصر، عند اصل الحواوشي في شارع الحجاز مصر الجديده. يلا بينا. تعالى بقى نبدا بالميكسات الجميله. انا اسف، انا قلت لكم الرغيف ده فيه بوفتيك وكبده وسجق. انا هبدا بيه ونخش على بابا المجال وندوق. اديها طحينه. ده الميكس يا جماعه، البوفتيك والكبده والسجق، حاجه بلدي طعمها حلو قوي قوي قوي. وندوق تاني. لحمه بلدي واخده تتبيله اصليه. انا باكل يا جماعه حواوشي متبل بالتتبيله الاصليه، صاحب اللي اخترع الاكله، فطعمه في حته تانيه. وتعالى نشوف الجديد، والجديد دايما شديد. ميكس الجبنه. تعالى يا مايكل. الله عليك، مهما اقول مش هوصف اللي انا باكله. انا باكل حاجه طعمها حلو جدا 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 جدا. لحمه بلدي، تتبيله خفيفه، ملح قليل، مع جبنه شيدر، طعمه جامد جدا جدا جدا. الاتنين حلوين جدا، بس ميكس الجبنه ده في حته تانيه يا مايكل. لو ناوي تكمل الحلقه دي، انا لسه معايا اكلات كتير من اصل الحواوشي في مصر في شارع الحجاز. ما تروحش في اي حته. ولايك وشير وسبسكرايب. الكومنتات بتفرق معايا واللايكات، شجعوني عشان جايب لكم حاجه بوم بعد الحواوشي. يلا بينا. ولسه مكمل معاكم احمد ترند الترندات، وجبت لكم من عند اصل الحواوشي الترند بتاعه الجديد، طواجن المكرونه والطاجن اللي قدامي بوم. بس قبل ما اتكلم على الطاجن ده احب اقول حاجه بجد يا جماعه. اللي ما كلش رغيف الحواوشي هنا عند الحواوشي الاصلي بجد ما دقش حواوشي قبل كده. الطعم في حته تانيه. وانا انبسطت جدا جدا جدا، سواء من ميكس اللحوم او من ميكس الجبن، ورشحهم بقوه جدا جدا جدا. وخش عليا يا مايكل، تعالى لي. طبعا يا جماعه الطاجن ده فيه 150 جرام لحوم بلدي فريش، كلاوي على سجق على كبده، ميكس لحوم وجبنه موتزاريلا من على الوش مع المكرونه، ده غير الريد صوص. وقرب يا مايكل، تعالى نوري الناس الجمال ده. ايه الحلويات دي؟ البتاع شكله يا جماعه يخليك بص. ده مكرونه، ايه ده؟ مكرونه مقصوصه صغيره. اديني وانا اضيع، اديني وانا هضيع. يلا بينا. تعالى تاني يا مايكل معلش.
بصوا يا جماعه، مكرونه مقصوصه بريد صوص حكايه، طعمها حكايه بجد. وندوق كمان مره ويلا بينا. طعم الجبنه الموتزاريلا، انا يعني من المرات القليله اللي كلت مكرونه ريد صوص مع جبنه موتزاريلا، بس الميكس ده طعمه جامد جدا، مش قادر اوصفه لكم. بس هي المكرونه مستويه كويس قوي، الريد صوص معمول واخد تتبيله ومش حادق، وبالبلدي مش مزز، فمدي طعم في حته تانية. طاجن المكرونه ده حكايه بجد، وطعمه حلو قوي قوي، وما تروحوش في اي حته. وتعالى اوريكم جبت لكم ايه تاني من عند قصر الحواوشي من المنيو الجديد اللي هو بيقدمه، ويلا بينا. ولسه مكمل معاكم احمد ترند الترندات اللي بتجيب دايما احلى الحاجات. قرب معايا يا مايكل، والناس تتخيل معايا لما اصل الحواوشي اللي بدأ يصنع اللحوم من 1930 يعمل سندوتشات اسكندراني كبده وسجق، هيعملها شكلها ايه؟ قرب معايا. ده سندوتش السجق يا جماعه، سجق بلدي طبعا، زي ما قلنا لكم اصل الحواوشي بيشتغل في اللحمه البلدي وبس. ده سجق اصل الحواوشي البلدي اللي معمول منه السندوتش. اصلا العيش مميز جدا، والسجق طعمه حلو جدا جدا جدا. بصوا، قرب كده معايا يا مايكل. الله عليك، الله عليك، حواوشي بلدي، سجق بلدي. مش قادر انسى طعم الحواوشي يا جماعه، سجق بلدي. ويلا ندوقه بقى. هوبا، انا لو قلت لكم ان الساندوتش ده حلو هبقى انا بظلمه، لان الساندوتش ده حلو لابعد ما تتخيلوا. ويلا تعالى معايا، خش تعالى بقى اتفرج على الكبده البلدي. اديني وانا ضايع يا عم مايكل. كبده بلدي معموله في عيش بلدي، ويلا بينا. وريني يا مايكل، تعالى تعالى تعالى. كبده بلدي اسكندراني من عند اصل الحواوشي في مصر الجديده، اللي تايه عن ناس كتير والله. سعر مناسب جدا، جوده اعلى ما تتخيل، طعم عمرك ما هتدوق زيه تاني. وهدوق الكبده. طعم الكبده يا جماعه جامد جدا جدا جدا، متبله حلوه قوي، مش حادقه، مش محشطشطه. طعم البلدي باين فيها قوي، واخده بصل. بصراحه تحفه جدا. بس اللي انا عايز اكلمكم عنه بصراحه هو السجق اللي هما بيقدموه، التتبيله بتاعته حلوه قوي قوي. سجق بلدي بجد، ومتساوي كويس قوي. ما تروحوش في اي حته، هرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني، احمد ترند الترندات اللي بتجيب احلى الحاجات. وفي نهايه الحلقه من قلب اصل الحواوشي احب ارشح لكم اصل الحواوشي يا جماعه، بجد بجد فعلا من 1930، وفعلا يستاهل ان انتوا تجربوه. انا اكلت حواوشي اول مره اكله في حياتي بجد، سواء ميكس اللحوم او ميكس الجبن او باقي الاصناف التانيه، انا متاكد انها هتبقى بنفس الجوده اللي انا اكلتها. وكمان جربت طاجن المكرونه اللي كان بجد حكايه. اول مره ادوق طاجن مكرونه ريد صوص بالموتزاريلا بالطعم والجمال والحلاوه دي. وجربت احلى سلطات ممكن تدوقوها في حياتكم مع الاكل، سلطه الطماطم وسلطه الطحينه الاصليه اللي بتطلع مع الحواوشي. بجد الموضوع كان في حته تانيه. انا برشح لكم اصل الحواوشي بقوه، سواء ان انتوا تيجوا تزوروهم في شارع الحجاز جنب ميدان المحكمه، او ان انتوا تطلبوا دليفري من خلال الارقام اللي احنا هنسيبها لكم على الشاشه. ويا رب الحلقه تكون عجبتكم، ولايك وشير وسبسكرايب، ورايكم في الكومنتات. سلام.